السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة إن شاء الله هنعمل شاورما الفراخ بطريقة سهلة وبطعم تحفة وبشكل أحلى، وإن شاء الله تعملوها وتعتمدوها في البيت. أنا جربت كذا طريقة، بس دي من أحب الطرق إن شاء الله على قلبي. وأول حاجة حبايب قلبي كنت بوريكم، كان معايا كيلو بانيه، كنت مقطعاه شرايح طويلة ومغسول كويس جدا في محلول النقع ومتصفي كويس جدا، وكنت مخليه حتتين علشان أوريكم التقطيعة بتاعته علشان نقطعه شبه كده الشاورما وهي لما بتنزل من السيخ. بصوا احنا بنقسم الواحدة حبايب قلبي نصين كده، وبعد كده كنت بجيبها بالميل كده شوية زي ما بنقول، بتبقى معوجة سنة كده، وبنقطعها كده شرايح علشان تبقى شبه اللي احنا بنشتريها من بره. النهاردة بقى هنعمل الشاورما الجبارة اللي ان شاء الله الكبير والصغير بيحبها، ولما بنخرج بيبقى الأولاد عايزين يشبطوا فيها. بس بصراحة بقت الأسعار غالية جدا، والسندوتش بمبلغ وقدره. فأنا كل فترة يعني لما ولادي بيطلبوها بعملها في البيت، وبتبقى عسل وتحفة تحفة وما شاء الله عليها. يعني مش قادرة أوصف لكم، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. بنقطع حبايب قلبي البانيه اللي هو أو صدور اللي حضرتك عندك الخير كله، تقطعها شرايح عريضة، وبعد كده تقطعيها بالطول زي ما وريتكم كده. أول حاجة نعمل لها التتبيلة بتاعتها، نسيبها تتبل حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع. كل ما بتقعد أكتر في التتبيلة بتبقى أحسن. بس أنا عشان ما كانش عندي وقت فقعدت معايا نص ساعة. حطيت كوبايتين زبادي صغيرين ده على الكيلو البانيه، وحطيت معلقتين دي بهارات حبايب قلبي شاورما بنجيبها من عند أي عطار، ودي معلقة صغيرة 7 بهارات. وإن شاء الله دي معلقة برضك نفس المعلقة مع كله معيار واحد. دي بهارات فراخ بنجيبها برضك من عند عطار، تكوني واثقة في حاجته. وحطيت حوالي نص معلقة فلفل أسمر. وإن شاء الله دلوقتي هنظبط الملح. أهم حاجة حبايب قلبي نسيبها في التتبيلة شوية علشان تدينا الطعم اللي احنا بنجيبه من بره، ويبقى كده الفراخ كلها متنكهة وتديكي طعم حلو. حطيت حبايب قلبي بس عشان أفك المكونات، حطيت حبة زيت. احنا كده كده هنحط حبة زيت لما نيجي نسويها إن شاء الله. هنخلط كل الكلام الجميل دون في مع بعضه، وبعد كده هنحط ان شاء الله الفراخ عليه. يبقى احنا حطينا كوبايتين زبادي ده على الكيلو. عايزه حضرتك تعملي نص كيلو بانيه مفيش اي مشكله، بس احنا علشان 7 افراد ربنا يحمي ويخلي يا رب، فانا جبت كيلو. وهنشوف عمل معانا كام رغيف وبهارات شاورما وفلفل اسمر وملح و7 بهارات وبهارات فراخ حبايب قلبي. وهكتب لكم كل حاجه في صندوق الوصف. دي حبايب قلبي حطينا كيلو البانيه اهو، مغسول كويس جدا وزي العسل معانا ومشطوف ومتصفي، ووريتكم تقطيعه. وهنتبلها بقى كويس جدا جدا بالتوابل ونخليها نص ساعة. بص ركنتها على جنب اهي، او ساعة الا ربع. او ممكن تعمليها مثلا حضرتك لو جاية من الشغل تعمليها من بالليل، بيبقى احسن واحسن. بعد هنا بقى حبايب قلبي انا خلصت شوية حاجات كده ورايا، وبعد كده سبتها حوالي 40 دقيقة. وبعد كده جبت طاسة حطيت فيها 4 معالق زيت كبار. واهم حاجه حبايب قلبي بقى حطينا معلقه ليا مبشوره. ليا ممكن طبقات الشاورما اللي في اي محلات سوري، في اي محلات بيحطوا طبقات بين كل الفراخ او اللحمه دهن علشان بتديها طعم حلو جدا. واحده هتقولي طب نعملها بسمنه؟ لا مش هتنفع معلش. حتى لو هتجيبي ربع كيلو من اي جزار هتديكي نفس تطعيمه اللي بره، واحلى واطعم شاورما ان شاء الله تاكليها وهتعتمديها وهتعمليها على طول وتدعي لي دعوه حلوه ان شاء الله. حبايب قلبي بصوا، اول ما الزيت يسخن جدا وحطينا انا معلقه صغيره، ما بتديش ريحه مش بتاثر، ما تخافيش، هتخلي الطعم زي اللي بره بالظبط. هو لازم بيحطوا كميه دهون علشان لما تسيح في السيخ ان شاء
الله بتديها طعم حلو. وأول ما لونها بقى يتغير وتفك من بعض كده، دلوقتي هنشوف هنحط عليها إيه. طيب إن شاء الله حبايب قلبي، بصوا هي كده هي فكت أهي، والسوائل بقى تبدأ تنزل من التتبيلة بتاعتها والزبادي. وسعت كده وكان معايا 3 بصل أحمر مبشور أو أبيض، اللي عندك الخير كله مفيش أي مشكلة. واحدة تقول لي طب ما هي ما بتحطش عليها بصل، لا أنا جربتها سادة وجربتها بالإضافات دي، بس جربيها وادعي لي إن شاء الله هتاكلي أحلى شاورما، وبتبقى بتضاعف الكمية وبيبقى طعمها تحفة تحفة، وإن شاء الله هتعجبك وهتعمليها وتعتمديها على طول. أنا حطيت 3 بصلات حبايب قلبي، وأول ما 5 دقايق بس كده إن شاء الله يدخلوا في المكونات، وكله إن شاء الله كده تخش في الفراخ. أنا مش عايزاها تدبل أوي، أنا عايزة الخضار اللي فيها ده يقرقش شوية. وبعد كده إن شاء الله سبتها 5 دقايق. بعد كده كان عندي 1.5 فلفل على كيلو بانيه، 1.5 فلفل أصفر، ما كانش عندي أحمر فحطيت الأصفر. ده كله متقطع جوليان أو شرايح، أو بنسميه اللي هي الشرايح الرفيعة، نفس تقطيعة البانيه كله، عشان يبقى ان شاء الله شكل واحد. ونسيبها برضو 5 دقايق لما الخضار حبايب قلبي يدبل، وان شاء الله الفراخ ما بتاخدش وقت. بصوا هنا هوريكم بقى، انا كده سبتها حوالي 10 دقايق كمان بعد ما حطيت الطماطم. وبصوا بقى كنت بوريكم لما المية تصفى خالص نعرف ان هي حبايب قلبي استوت. احلى شاورما واحلى ان شاء الله طريقة تعمليها. انا عملت طرق كتيرة بس دي كانت احسن حاجة لقلبي. لايك ومتابعة واشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. هنا بقى حبايب قلبي يا دوب حطيتها على الرخام عشان تبرد، وقبل ما تبرد وهي سخنة بقى حطيت حوالي حبة كده بقدونس. انا خدت بس الورق بس، العيدان لا. حوالي 4 أو 5 ان شاء الله، علشان تدي طعم حلو جدا وبتدي ريحة حلوة جدا جدا في الشاورما وهي سخنة كده بقى، وبتطلع النكهة بتاع البقدونس، ومنها كمان بتديها شكل حلو. احلى صينية شاورما تاكليها بالهنا والشفا. وإن شاء الله وداعا بقى للغلاء اللي بره، ونعملها في البيت ونفرح ولادنا. كان معايا حبة جبنة في التلاجة عندي ميكس، وحطيت جبنة العيش السوري ده بتجيبيه من أي حد بتتعاملي معاه، اللي هم بيبيعوا العيش، أو اللي هم كنافة والبسبوسة أو الأفران اللي حضرتك بترتاحي له. وكان معانا حبة كاتشب على مايونيز. وبصوا بقى الرغيف ده كان رقيق جدا، هو كيس فيه 10 رغيفة، وكان رقيق جدا جدا. لو جبتيه وسمكه حلو اعملي على طبقة واحدة، انا حطيت الطبقتين علشان حبايب قلبي الواحد لقيته رقيق جدا. لو حطيت عليه الحشو هيسقط من النص وهيدبل زي ما احنا بنقول عندنا كده يبوش يعني. فانا حطيت 2 وحطيت بقى عليهم دهنت الكاتشب والمايونيز. وبعد كده نحط الخلطة في النص. عندك صوص جبن ممكن تحطي، عندك طحينة حبايب قلبي ممكن تحطي، بس هو اقرب حاجة للولاد بيحبوا جدا جدا المايونيز والكاتشب. وحطيت حبة جبنة في النص. مش عايزة تحطي جبن مفيش اي مشكلة، بس هي لما بتسيح بتدي طعم حلو جدا جدا. وبنجيب بصوا بقى التقفيلة، بنجيب الطرف اليمين والطرف الشمال، ونفضل بايدينا الاتنين مثبتين كده، ما نشيلش ايدينا ابدا لغاية ما نبرم الرغيف ويطلع معانا متماسك. لو حطيتي واحد بس الحشوة هتبوش منك عقبال ما تخلصي بقية الأرغفة. بصوا انا وريتكم اهو، بصوا رقيق جدا. ساعات بجيبه تقيل عن كده، بس النهارده كان رقيق. فانا حطيت الكيس فيه 10، عملوا لي 5 أرغفة شاورما وعسل عسل وتحفة. وحجمه كان كبير ما شاء الله، لان انا ما يعني بتعامل معاه، بس هو مش بيبيع الحجم الصغير، هو عنده العيش الكبير ده. باتني كده الورقتين نصين اهو. انا قلت اوريكم تاني حبايب قلبي. وندهن المايونيز على الكاتشب زي ما قلت لك، اي صوص تحبيه، بس ده اقرب حاجة على قلبي. وساعات بعملها بالطحينة بس مش متوفر عندي. عملت الكاتشب على المايونيز، ونحط الحشوة بالخلطة الجبارة والريحة والطعامة ومعلقة اللي هي ما تخافيش منها ان شاء الله. بصي هتديكي نفس النتيجة اللي بره. وابعتوا لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رأيكم. وحطينا حبة جبن، مش عايزة مش بغرمك على حاجة، ما فيش اي مشكلة ما تحطيش. نحط الطرف اليمين والطرف الشمال ونبرم الرغيف كويس جدا. بس هي بتعمل عملية لزق للرغيف، ولما بتسيح حبايب قلبي بيكون طعمها حلو. ده الشكل النهائي للرغيف. جم معايا
معايا 10 أرغفة الكيلو بانيه، عايزة تعملي نص كيلو إن شاء الله ياخد منِّك 5 هيبقى يعمل لِك 5 أرغفة بس، وكل يعني كل رغيفين زي ما قُلت لِك تحطيهم على بعض علشان ما يتبرولش معاكِ. وبُصّوا بقى دهنا الصينية زيت وبنحط على الحتة اللي هي تحت اللي هي بتبقى مفتوحة منها عشان لمّا تيجي تاخد صدمة أول حاجة ما يتفتحش منِّك الرغيف، ونسيبها بقى إن شاء الله على الجريل لغاية ما تاخد لون أحمر من كل جانب على اليمين وعلى الشمال. وبُصّوا نوقّفه كده وإن شاء الله أول ما ياخد اللون الدهبي ده نطلّعه علشان إن شاء الله العيش السوري يتحمّص، ومنها إن شاء الله الجبنة حبايب قلبي بتسيح. ما فيش حد فينا ما بيحبش الشاورما، وإن شاء الله حبايب قلبي هتطلع معاكم تحفة، تحفة. وإن شاء الله زي ما قُلت لِك أنا كنت عاملة كيلو، لو عايزة تعملي نُص لو أنتم مثلًا 3 أفراد أو 4 بالكتير اعملي نُص كيلو ما فيش أي مشكلة. بُصّوا بقى خدت اللون الدهبي زي العسل، والطعم يا بنات تحفة. وبُصّي هتستغربي إن أنتِ بتاكلي شاورما زي كده بالطعم ده في البيت، إن شاء الله هتحسي إن أنتِ قاعدة في مطعم فاخر وبتاكليها. خلّصت كل الأرغفة أهي خدت لون والجبنة ساحت وتحفة، تحفة. وكنت خلاص بقى حبايب قلبي هاقدّم، وولادي بقى واقفين بقى كُلّه جاي بقى كان امتحانات بقى ربنا ينجّح كل طالب إن شاء الله، وكُلّه بقى مستني بقى الشاورما. اليوم اللي باعملها فيها بيبقى فرحانين جدًا، جدًا. إحنا بنحاول على قد ما نقدر الحاجة اللي بنعرفها وواثقين منها بنعملها في البيت وبطريقة روعة. إحنا جرّبنا كل حاجة بس والله الطريقة دي إن شاء الله هتعجبِك وهتبقى ناجحة معاكم. اتفضلوا معانا بقى بُصّوا الجمال وبُصّوا الحلاوة والجبنة سايحة من جوّه، وحاجة يا جماعة إن شاء الله هتجرّبوها. شكرًا حبايب قلبي على دعمكم، وشكرًا على الكومنتات الحلوة اللي بتكتبوها، ويا رب أكون على قد المسؤولية كده، وإن شاء الله أقول لِك كل حاجة بحُب وكل مصداقية. اشتركوا في القناة ودعموني وقولي لحبايبِك على مطبخ أم مكة علشان إن شاء الله القناة تكبر بيكم حبايب قلبي. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، وإن شاء الله توحشوني بقى عقبال ما أشوفكم مرة تانية، وحبة بقدونس بقى كده ونزين العين بتاكل قبل البُق، وبالهنا والشفا حبايب قلبي. اتفضلوا معانا وأحلى شاورما اعمليها، وهتعمل لِك كمية اقتصادية بدل الساندوتش اللي بمبلغ وقدره. إن شاء الله تعمليها على خير وتكون أحسن من إيديكِ بكتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم حبايب قلبي في حفظ الله ورعايته من مطبخ مكة.